السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة اللي هي الصراحة ديال المناطق الشرقية ديال سوريا، ديال الأردن، ديال الأتراك، المهم ديك المناطق كاملين، كتجي رائعة جدا، وهي لحم بعجين أو كيقولوا لها حتى الصفيحة، كتجي غزالة بزاف. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. نبداو على بركة الله. المقادير: غادي نحتاجو في هذه الوصفة هذه الصلصة ديال المطيشة. أنا خديت هنايا الحلوة باش ما تجينيش حامضه بزاف مطيشه العاديه، وعندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الحمراء، وواحد شويه د الحار، نص معلقه ديال الابزار والملح على حسب الذوق، المعدنوس اللي كنخليوه هكاك العريشات ديالو لان غادي نطحنوه. عندي واحد مطيشه كبيره مقطعه على هذا الشكل هذا، وعندي جوج ديال السنوف ديال الثوم، عندي الفلفله الخضراء وحده متوسطه والحمراء وحده، عندي جوج بصلات هنايا مقطعين على هذا الشكل، وعندي 300 غرام ديال الكفته. نتوما بامكانكم تستعملوا الكميه اللي بغيتوا على حساب افراد الاسره. نبداو على بركه الله الطريقه. فاول حاجه غادي نديروها، فغادي ندوزو غادي نطحنوا هذوك الخضر اللي عندنا كاملين. غادي نهزوا الفلفله، بما ان ما غاديش نقدر نطحن كلشي في دقه فغادي نطحن شويه بشويه. الفلفله غنبدا بها هي الاولى، غادي نطحنها ونكمل المكونات اللي عندي اللي غادي نطحن كاملين: مطيشه، البصله، المعدنوس، وعاد نرجع معكم باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. فمن بعد ما طحنت المكونات كامله هانتوما كما كتشوفوا، فغادي نخلطهم باش تجانس لي البصله مع الفلفله مع مطيشه. انا استعملت مطيشه وحده، اللي بغى ما يعملش الصلصه د مطيشه يستعمل 4 ولا 5 ديال المطيشات يطحنهم. فانا خديت من الصلصه باش ما تجينيش حامضه بزاف مطيشه وتعطي حتى اللون، حيتاش المطيشه العاديه راكم عارفين ما كتعطيش اللون احمر بزاف. واللي ما بغاش يستعمل هاد الصلصه هذه يعمل مطيشه د الحك معلقه كبيره عامره، ويكمل بالمطيشه العاديه يطحنها كلشي. وغادي نضيف ديك الصلصه د مطيشه، وضفت الكفته والعطريه، وباش نخلط كل شيء مع بعضه حتى يتجانس لي المكونات كامله مع داك الخضر اللي طحنا. فراه كتجي غزاله هاد الوصفه الصراحه. انا كنت كليتها اول مره شريتها من عند الاتراك، ولكن من بعد قلت علاش ما نقلبش على الوصفه ديالها ونجربها في الدار. وملي جربتها عجبتني الصراحه بزاف، وجات في حال ديال الزنقه، وقلت علاش ما نعملهاش معكم نشاركها معكم في القناه. فكتجي لذيذه بزاف بزاف. نتمنى تجربوها. ومن بعد ما نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم غادي نخليوهم، وغادي ندوزو نعملوا العجين، نعجنوا العجين اللي غادي نستعملوه في هاد الوصفه. فبالنسبه للعجين فغادي نستعملوا هنايا الطحين. فهنا عندي الطحين ديال الفورس، وانا عملت حتى الزرع، عملت نص الكميه تقريبا 600 غرام طحين عندي. وعندنا هنا دانون مسوس، ناخذ منه 3 المعالق، وعندي معلقه صغيره د الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وواحد شويه ديال الطحين عملته في زلافه باش غادي نعملوا داك الخميره. نخليوها واحد ربع ساعه حتى تفاعل. عاد من بعد غادي نضيفوها على الطحين ونكملوا العجن. فكنخلطوا داك 2 معالق ديال الطحين مع الخميره والسكر. فبالنسبه للملحه فعملت واحد الرشه مع الطحين. وغادي نخلط هذوك المكونات مزيان بالماء دافي. ونخلطوهم مزيان، وغادي نغطيوهم ونخليوهم تقريبا واحد ربع ساعه. عاد نكملوا الطريقه ديال العجن ديالنا. فمن بعد ما دازت واحد ربع ساعه فغادي تكون العجين ديالنا، الخميره ديالنا انها تجانست مع الطحين ومع داكشي وتفاعلات. فغادي ندوزو دابا باش غادي نعجنوا العجين ديالنا. غادي ناخذ دانون مسوس، غناخذ منه واحد تقريبا نص. بالنسبه اللي غادي يعمل كيلو ديال الطحين يعمل واحد كامل، يعمل حك الدانون كامل.
فانا عملت غير النص ديالو لان عندي هنا تقريبا واحد 500 حتى 600 غرام ديال الطحين. فانا خلطت الطحين العادي كما قلت لكم مع الطحين ديال الفورس اللي بغى يعمل عفوا مع الطحين ديال الزرع. فاللي بغى يعمل غير الطحين الابيض يعمل غير الطحين الابيض. فانا خلطتهم بجوج بهم وزدت داك الخميره اللي كانت عندنا في الزلافه وغادي نبداو نعجنوها عادي بحال اللي كنعجنوا الخبز. غير هي ما خصهاش تجينا خفيفه لان غادي نطلقوها تشوفوا من بعد الطريقه. فخصها تكون شاده راسها ما تكونش العجينه خفيفه باش نقدروا نتحكموا فيها من بعد. غنبقاو نزيدوا الماء دافي شويه بشويه حتى غادي تجمع لي نحسوا بالعجين تجمع وصافي ونحبسوا الماء. فانتم غادي تشوفوا القوام ديال العجين فما غاديش يكون خفيف. فمن بعد ما تجمعت لي العجين هانتوما كما كتشوفوا فما غاديش نزيد دابا الماء. غادي ندوزو ندلكوها واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق ما كاملاشي بحال اللي كنعجنوا الخبز غير باش تساعدنا اننا من بغاو نطلقوها بالمطلق ما تعذبناش كتكون مدلوكه مزيان فكنقدروا نتحكموا فيها. غندلكها ونرجع معكم. فمن بعد ما دلكتها نتوما كما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون. فراه ماشي قاصحه بزاف وماشي خفيفه يعني كنقدروا نتحكموا فيها. كنرشوا واحد شويه ديال الطحين فوق سطح العمل وكنبقاو نعملوا كويرات صغارين بحال ديال الرغيفات بحال المسمن. ودائما كنعملوا الطحين باش ما كتلصقناش في يدنا. وعادي نكمل الطريقه غنكمل العجين بنفس الطريقه. غنعملوا مكويورات صغيورين على حسب نتوما واش بغيتوهم صغارين كبارين اللي بغيتو نتوما. ونرجع معكم من بعد ما ساليت هذوك الكويرات ديالي كاملين. فالصراحه راه كتخرج كميه صراحه مهمه حيتاش كيجيو صغارين وكنرقوهم بزاف يعني كيترقوا مزيان صراحه. الشكل ديالها كيجي بحال ديال البيتزا غير هذه ما كيكونش فيها الجبن من الفوق. فمن بعد ما خليتهم ارتاحوا واحد شويه غادي ندوز دابا وغادي نبقى نطلق العجين ديالي. فضروري غادي نبقاو نرشوا الطحين. ومن بعد ها هي الخلطه اللي كنا عدلنا. فغادي نزيدوا عليها واحد شويه ديال الزيت تقريبا 2 معالق هكا 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت. كنخلطوا مزيان باش ما تجينيش ناشفه. الخلطه ديالي كنديروا لها الزيت باش كتجينا القوام ديالها من الفوق هو هذاك ما كيجيش ناشف. وغادي ندوز دابا غادي نبقى نطلق العجين ديالي. ضروري نرشوا الطحين عاد نطلقوها. كناخذوا المطلق وكنبقاو نطلقوا العجينه على هذا الشكل. فراه واخا فيها الخميره الفوريه راه ما كتجيش غليظه حيتاش ما كنخليوهاش يتخمر. كتجي غزاله واعره بزاف كتجي. نتمنى تجربوا هاد الوصفه. كنطلقوها كنرقوها مزيان وكنحاولوا نحافظوا على الشكل الدائري. ودائما كنرشوا الطحين باش ما يلصقناش المطلق ديالنا في العجين. فانتم كما كتشوفوا راه رقاقت بزاف. وغادي ندوزو دابا هانتوما كما كتشوفوا السمك ديالها كيفاش داير. غندوزو دابا غادي ناخذوا ورق الفرن. فبالنسبه فانا غادي نستعمل 2 ديال الطرق هنايا. فانا سخنت الفرن على 180 درجه وغادي نطيب غنطيب وحدين في الفران والتبقي غادي نطيبو في البوطه. فبالنسبه لطياب البوطه فراه كيسربي دغيا. فانا ننصحكم انكم تعملوا غير الطريقه ديال البوطه لان كيجي هما كيف ومن الفوق غادي نحمروهم واحد شويه في الفران وصافي. فهذه غادي نعملها في الفران طيب. من بعد ما ندخلوها غادي نقصوا الفران على 150 باش ما تحمرناش دغيا باش طبنا على خطره. وغناخذوا داك الخليط ديالنا وغادي نديروه على الوجه كامل حتى كيتغطى لنا الوجه كامل ديال هذيك الصفيحه.
فهانتوما كما كتشوفوا غطيت الوجه ديالها كامل وغادي ندخلها للفرن. كما قلت لكم كتسخنوه على 180 وكتنقصوا له العافيه ل 150 وكتخليوها طيب على خطره من التحت ومن الفوق حتى كتشوفوها من التحت بدات كتحمر لنا، من الفوق راه دغيا كطيب لان ما كنعملوش بزاف ديال القوام فدغيا كطيب لنا. وغادي ندوز ندير معكم الثانيه اللي غادي نطيبوها فوق البوطه. فعندكم جوج طرق بامكانكم تستعملوا الطريقه اللي غتجيكم اسهل. فانا جاتني الطريقه ديال المقله كتسربي دغيا لان كما كتعرفوا فوق المقله دغيا كطيب ماشي بحال الفران كياخذ واحد شويه ديال الوقت. فنفس الطريقه الاولى كنطلقوا العجين مزيان حتى كترقق لنا مره، وغادي ناخذوا ورق الفرن حتى هو وغادي نعملوه في ورق الفرن باش نقدروا نتحكموا فيها من بغاو نعملوها في المقله. انا عملتها في ورق الفرن وعاد غادي نعمر لها الخليط ديالها لان من غنعمروها ما غاديش نقدروا نتحكموا فيها ونهزوها. فورق الفرن الصراحه كيساعد بزاف ما كيعذبناش في ملي كنكونوا كنعدلوا شي حاجه. وغادي نغطيو لها الوجه ديالها كامل بداك الخليط. وغندوزو دابا باش غادي نسخنوا المقله ديال اللي كنعملوا فيها المسمن والحرشه، هي اللي غادي نطيبوا فيها حتى كتكون ثقيله باش ما تحمرناش دغيا. فمن بعد نتوما كما كتشوفوا ما سخنت لي المقله ديالي فغادي نقصوا لها درجه الحراره النص باش كطيب لنا على خاطر العجين من التحت، فضروري نقصوا العافيه. في الاول كنخليوها طالعه حتى كنسخنوا المقله وكنهبطوا درجه الحراره. وانتم كما كتشوفوا فكتجي سهله، كتجروا غير الورق وكتحطوه في المقله وكنخليوها طيب على خطره. غادي نغطيها بواحد الغطايه ديال اي حاجه من الفوق باش غادي تاخذ باش ديك الساعه دغيا غادي طيب لنا من الفوق. فاللي بغى يستعمل غير البوطه يعني يطيبها غير في المقله يغطي لها الوجه ديالها، فهي من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تكون كطيب ويخليها حتى تنشف مره ويحيدها من فوق البوطه. هنا نوريكم. فهانتوما كما كتشوفوا فراه ديك الكفته ديالنا كنشوفوها بحال اللي كتجالب فيها الفقاعات انها كطيب. خصنا اللي بغى يطيبها غير فوق البوطه يخليها حتى تنشف مزيان من الفوق ويحيدها بلا ما يعملها في الفران. واللي بغى انها ملي طيب من التحت باش ما يبقاش يتسناها في البوطه يخلي الفران مشعول على الفوق ويبقى يحمرها من الفوق. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما ساليت هذوك اللي عندي كاملين. فانتوما كما كتشوفوهم فراه كيجيو طايبين وكتحمر لنا من التحت مزيان ودغيا كتلونا. فهذا هو الشكل ديالها، هما كياكلوها هكا ملويه. واللي بغى يزيد من فوق في وسط منا الخاص ولا يعمل بحال السلطه في وسط منا كتجي حتى هي رائعه. فانا كتعجبني هكا بلا ما نضيف حتى اضافات. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنساوش تخليو لنا تعاليق محفزه. انتم كما كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل راه كتجي رائعه. نتمنى